المجموعة الدولية الداعمة للبوليزاريو تتخلى. البوليزاريو خارج المنتظم الدولي، والجزائر تدعو إلى الحذر والحيطة. إليكم التفاصيل. لا يمكن أن تعولوا منذ الآن على العمل العسكري لتحقيق أي مكاسب في الصحراء، لأن موازين القوى العسكرية ليست في صالحكم تماما. هكذا تحدث بيدرو ألتاميرانو، الناطق الرسمي باسم المجموعة الدولية لدعم الصحراويين، قبل أن يضيف موجها كلامه لجبهة البوليزاريو: لم تعد هناك أي إمكانية للنصر من خلال الحرب، وقد تأسف الرجل على حال المغرر بهم في حرب مزعومة، بينما قادة الجبهة يعيشون في ظروف جيدة، إما في منطقة فيكتوريا بضواحي مدينة برشلونة الإسبانية، أو في العاصمة الفرنسية باريس. حسب قوله: ولم يكن الصوت الأوروبي الوحيد الذي نبه إلى انزلاقات البوليزاريو، فقبل أسابيع استقال البرلمان الألماني خواكيم شوستر من رئاسة ما يطلق عليه المجموعة المشتركة للصحراء الغربية، بعد تبجح الميليشيات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار. وقد قال في رسالته إلى زملائه من البرلمانيين الأوروبيين: أعتبر أن انتهاك وقف إطلاق النار خطأ استراتيجي خطير، ولا أرى كيف يمكن أن يساعد ذلك في تحفيز حل سلمي للنزاع، بل أرى في ذلك تصعيدا من شأنه تأجيج هذا الخلاف بشكل كبير، ولا أعتقد أن هذا يخدم مصالح الساكنة الصحراوية. حمل السلاح في وجه العالم من طرف البوليزاريو، خاصة بعد اعتراف أمريكا بمغربية الصحراء، شبيه بالانتحار ومقدمة لهزيمة شنعاء. وميليشيات البوليزاريو تعرف أكثر من غيرها مدى صرامة الجيش الملكي المغربي في حماية الحدود، ومع ذلك تواصل الجبهة الدعاية لغارات ومعارك وهمية، وهي تلقي مواقع البوليزاريو تروج لمعارك وهمية ضد الجيش المغربي. والواقع أن تلك المعارك الإعلامية تقع كلها خلف الجدار الذي وفي جميع الحالات يبقى الموقف المغربي واضحا، فهو بقدر تشبته الراسخ بوقف إطلاق النار يظل متشبتا بالحزم ذاته للرد بأكبر قدر من الصرامة، وفي إطار الدفاع الشرعي على أي تهديد لأمن وطمأنينة المواطنين. وهذا الكلام سبق وأن أكده جلالة الملك محمد السادس في اتصال هاتفي بينه وبين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. هي إذن دعوات تتبلور في مختلف أنحاء العالم للبوليزاريو من أجل إلقاء السلاح والدخول في رحمة الوطن بدل الارتماء في حقل المجهول. وفي جانب آخر، دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الاثنين الماضي إلى استمرار اليقظة والحذر على جميع المستويات لمواجهة التطورات غير المسبوقة في المجال الإقليمي للجوار. وتأتي دعوة تبون في أعقاب استئناف المغرب الجار علاقاته مع إسرائيل، والاعتراف الأمريكي بسيادة الرباط على إقليم الصحراء المتنازع عليه بين المملكة وجبهة البوليزاريو المدعومة بشكل واضح من الجزائر.
فخلال ترأسه اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن لبحث الأوضاع الداخلية والإقليمية والدولية، ألح الرئيس تبون على ضرورة إبقاء اليقظة والحذر على جميع المستويات وفق بيان الرئاسة، وتابع أن ذلك يهدف إلى تمكين الجزائر من ولوج المراحل المهمة المقبلة بما يتكيف وتحديات العام 2021 مع التطورات غير المسبوقة التي عرفتها المنطقة في الآونة الأخيرة، وخاصة ضمن المجال الإقليمي المجاور. وتأتي تصريحات تبون بعد أيام قليلة من عودته من رحلة علاجية في ألمانيا دامت شهرين إثر إصابته بفيروس كورونا. وفي 12 ديسمبر الماضي قال رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد في تصريحات صحفية: بلادنا مستهدفة وهناك قضايا خطيرة في محيطنا الإقليمي، هناك إرادة حقيقية لوصول الكيان الصهيوني أي إسرائيل قرب حدودنا، في إشارة واضحة إلى استئناف المغرب لعلاقاته مع إسرائيل. ويبقى القول أن المغرب كسب كل المعارك سواء السياسية أو الدبلوماسية، وهو الآن يسير في خطوات متتالية ومتسارعة نحو النجاح الكبير وطي هذا الملف بصفة نهائية. ويبقى لأولئك المغرر بهم من إخواننا الصحراويين في تندوف حل واحد، ألا وهو الالتحاق بالوطن الأم، والمغرب ظل وسيظل رحيما بمواطنيه.